صباح الفل عليكم وسنة سعيدة عليكم جميعا يا رب. إن شاء الله سنة 2023 تكون سنة سعيدة على الكل، وتكون سنة سعيدة على سوق السيارات في مصر وفي العالم كله. أنا أول حاجة بحب أعملها في بداية السنة أطلع على السوبر ماركت أشتري الدليل بتاع العربيات بتاع السنة الجديدة، وده اللي هعمله دلوقتي. أخدكم معايا نشتري الدليل بتاع العربيات ده، نشوف إيه العربيات الجديدة اللي نازلة في السوق ونشوف الأسعار. يلا بينا. نروح بقى ايه، ناخد فنجان قهوة ونبص مع بعض على الأسعار. كافيه إيطاليانو دي جميلة جدا، عندهم قهوة حلوة جدا، قهوة جميلة. اتفضلوا معايا. اوتو بلس ده الاوتو جايد اللي انا بحب اشتري كل سنة، في كل الأسعار وكل المواصفات في العربيات الموجودة في السوق الفرنسي كلها. ده كمان الاوتو جايد بتاع العربيات الالكتريك، كل العربيات الالكتريك الموجودة في السوق، ايه الكويس وايه الوحش، ايه المميزات وايه العيوب في كل عربيه. معلش خلوني البس النضاره، نضاره القرايه، خط صغير جدا ومش شايف تقريبا. يلا معلش السن بقى. بصوا يا جماعه، اللوجوز دي اجمل الحاجات اللي ممكن تشوفوها في حياتكم، حاجه ممتعه. طيب بالنسبه للاسعار، خلينا نبدا باسعار البي ام دبليو. ليه بي ام دبليو بالتحديد؟ لان دي احدث شركه واحدث توكيل دخل السوق المصري، ومنزلين اسعار منطقيه جدا طبقا لكل اللي قالوه متخصصين سوق السيارات في مصر. كلهم اجمعوا ان الاسعار اللي منزلاها شركه بي ام دبليو اسعار منطقيه جدا، وتعتبر بالنسبه للاسعار الجديده اللي بنسمعها في مصر تعتبر اسعار معقوله جدا. خلينا نبص الاول على ارخص عربيه نازله في الليست. انا طابع معايا الليست بتاعت الاسعار اللي موجوده في مصر. ارخص عربيه موجوده في السوق المصري هي البي ام دبليو 118 اي سبورت لاين. دي سعرها في مصر 995 الف جنيه. سعرها هنا في الاوتو جايد في فرنسا 31450 يورو. دي لو حولناها بالمصري يعني بالسعر الرسمي تقريبا اللي موجود في البنك دلوقتي حوالي 27 جنيه اليورو. هيبقى سعرها حوالي 833500، يعني قريبة جدا من السعر اللي منزله التوكيل في مصر. طبعا ده السعر اللي هنا موجود هنا، ده لسه هيضاف عليه شحن وضريبة، لأن العربيات دي معفية من الجمارك، بس هيضاف عليها ضريبة القيمة المضافة. فالأسعار قريبة، يعني السعر ده قريب جدا من السعر اللي موجود في فرنسا. طيب نبص على العربية تانية، وتقريبا هي دي أكتر عربية تهم الناس في السوق المصري، البي ام 320 اي. سعرها في مصر 1,380,000 جنيه. سعرها هنا في فرنسا 48,000 يورو. لو حولناها بالمصري تطلع 1,300,000، وهي في مصر 1,380,000. صراحة يعني سعر بيرفكت يعني. عربية كمان تهم السوق المصري ال 520 اي. 520 اي في مصر سعرها 1,700,000. سعرها هنا في فرنسا 55,000 يورو، يعني بالمصري 1,485,000 جنيه. الاسعار يا جماعه منطقيه جدا بصراحه. برافو شركه جلوبال اوتو، هم نجحوا فعلا ان هم ينزلوا العربيات بسعر مناسب جدا، تقريبا هي نفس الاسعار اللي موجوده في اوروبا. سيبكوا بقى من الاسعار العربيات العاديه، تعالوا نبص على حاجه جميله جدا في الجايد ده، نشوف ايه اغلى عربيات موجوده. توقعوا كده معايا ايه ممكن تكون اغلى عربيه موجوده في سوق السيارات في العالم كله. طيب لو بدأنا بالاستون مارتن، هنبص على الاسعار هنلاقي ان اغلى استون مارتن هي فالكري. العربيه دي سعرها 3 مليون يورو. ليه بقى سعرها 3 مليون يورو؟ 12 سلندر
1155 هورس باور، 900 نيوتن متر تورك. الاكسلريشن بتاعها من 0 ل 100 ثانيتين ونص. دي حاجة مرعبة يا جماعة. دي صورتها اهي صورتها. دي حاجة مرعبة. طبعا دي عربية تراكات يعني مش عربية طرق عادية. حاجة مرعبة. ندخل على الفراري. الفراري أغلى عربية فراري اللي هي دايتونا اس بي 3. دي سعرها 2 مليون يورو. ليه بقى سعرها 2 مليون يورو؟ موتور 12 سلندر، 840 حصان، 697 نيوتن متر تورك. التسارع بتاعها من 0 ل 100 2.8 سكندز. دايتونا اس بي 3. دي صورتها يا جماعة. العربية دي هيتعمل منها 599 عربية فقط. طبعا الناس هتقول لي فين اللافيراري؟ اللافيراري خلاص ما بقتش موجودة، لأن دي أنتج منها 499 عربية فقط على مستوى العالم، وكان سعرها وقتها 1,250 يورو. الاس بي دايتونا اس بي 3 سعرها أغلى، سعرها 2 مليون، وهينتج منها 599 عربية بس. فاللي عايز يلحق لأن العربية دي انتوا عارفين بتتخطف بسرعة. طبعا اللي معاه فلوس العربيات دي استثمار قوي جدا، لأنه العربية سعرها بيزيد. العربية لما خلاص يتوقف إنتاجها بتبقى من العربيات النادرة وسعرها بيزيد. يعني ده اللي عايز يبيع العربية دي في أي مزاد هيحط السعر اللي هو عايزه وهتتباع برضه. ربنا يعيدكم جميعا يا جماعه. وانا بقلب كده طبعا دي مش من اغلى العربيات، ولكن كانت اول مره بالنسبه لي اعرف ان كي تي ام عملوا عربيه جديده. كي تي ام طبعا عارفين دي شركه متخصصه في الموتوسيكلات. عملوا عربيه جديده شكلها جميل جدا، ممكن ابقى اكلمكم عليها بعدين في حلقه تانية، بس احنا المره دي بنتكلم على اغلى عربيات. طيب ندخل بقى على الوحش اللامبرجيني. لامبرجيني عندهم اغلى عربيه الكونتاش الجديده، سعرها 2 مليون 300 ألف. ليه كده بقى؟ عشان برضو 12 سلندر، 814 حصان، 720 نيوتن متر تورك. التسارع بتاعها من 0 ل 100 في 2.8. طبعا كونتاش عربية أسطورية غنية عن التعريف. هما لامبرجيني قررت ان تنتجها تاني. دي صورتها يا جماعة الكونتاش الجديدة، حاجة جميلة. طبعا الكونتاش دي أيقونة لامبرجيني. مازيراتي عندهم عربيات غالية؟ لا الحقيقة ما عندهمش أي عربيات غالية، كل عربياتهم ميات ميتينات الكلام ده. يعني دي المازيراتي بتاعت الطبقة المتوسطة، عربيات رخيصة كلها، معلش مفيش ولا عربية غالية في المازيراتي. ماكلارين إلفا سعرها 1,709,244، 8 سلندر، 815 حصان، 800 نيوتن متر تورك. التسارع بتاعها not available، مش موجود التسارع بتاعها، بس اكيد حاجة قوية يعني حلوة تستاهل السعر ده بصراحة. مرسيدس عندهم عربيات غالية طبعا، سيبكم من كل العربيات اللي احنا عارفينها واللي احنا بنشوفها دي. مرسيدس عندهم AMG 1 كوبيه، سعرها 2 مليون 775,500. دي برضو عربية تراكات، عربية سوبر باور. مواصفاتها ايه بقى؟ العربية دي هايبريد، 6 سلندر تيربو، 1063 حصان، مش معروف العزم بتاعها قد ايه. السعر بتاعها من 0 ل 100 في 2.9، 0 ل 200 في 7 ثواني، 300 في 15 ثانية. حاجة قوية جدا. AMG 1 تحفة فنية. باجاني يا جماعة عندهم عربيات. ايه الأسعار دي؟ يعني الهويرا ار سعرها 3 مليون 120. هويرا كودالونجا كوبيه سعرها 7 مليون. ليه 7 مليون ليه؟ طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ الاتنين 12 سلندر، واحد 850 حصان، التانية 840 حصان، 750 نيوتن متر، 1100 نيوتن متر تورك. تسارع دي 3 ثواني، ودي نوت افيلبل.
اللي ب7 مليون دي نوت افيلبل، هي ممكن تكون اقل منها 2.7 ولا 2.6. وفي بقى اليوتوبيا كوبي دي سعرها نوت افيلبل، 12 سلندر برضو، دي اكيد معديه 7 مليون. ايه الاسعار دي؟ ليه باجاني كده؟ انا اتخضيت بصراحه. هل بقى ممكن تكون دي اغلى عربيه؟ لا، دي مش اغلى عربيه. تعالوا معايا بقى نشوف اغلى عربيه موجوده في السوق. رولز رويس. رولز رويس احنا عارفين طبعا افخم عربيات في العالم، بس ما هياش اغلى عربيات في العالم، لان اسعارها لو بصينا كده 300 200 400. هنا بقى المفاجاه مش كولينن طبعا، كولينن بلاك باتش 4x4 326,000. امال ايه اغلى عربيه؟ اغلى عربيه في العالم، اغلى عربيه في السوق، رولز رويس بوتيل. بوتيل العربيه دي يا جماعه سعرها 28 مليون دولار. 28 مليون دولار دي للمركب. ليه بقى العربية دي سعرها بقى 28 مليون دولار؟ يعني ده سعر خزعبلي. خليني بقى اعمل لكم حلقة مخصوصة عن الرولز رويس بوتيل اللي هي تعتبر اغلى عربية في العالم. طيب دي كانت جولة سريعة كده في اسعار العربيات الموجودة. المرة الجاية هنبص على الاوتو جايد بتاع العربيات الالكتريك. اللي عايز يعرف سعر العربية بالتحديد يا جماعة يبعت لي اسمها في الكومنت، وانا هبعت له بالظبط سعرها هنا في فرنسا قد ايه باليورو، عشان يقدر يعرف سعرها في مصر مناسب ولا لا. اشوفكم في حلقة جديدة، سلام.